لما شخص بيتقتل الحكومة بتبعت جثته على المشرحة، ولكن المشرحة اللي هنتكلم عنها النهاردة هي مشرحة حلوان المرعبة. في يوم من الأيام الشرطة بعتت جثة شاب مقتول على المشرحة دي. العمال استلموا الجثة بتاعته، ولكن في واحد من العمال دول طمع في الجزمة اللي القتيل كان لابسها، وفعلا خدها ولبسها وروح بيها البيت عشان يتفاجئ بالرعب اللي حصل له بعد الساعة 12. بيقول أنا فقت على خبط بره في الشقة، ولما طلعت لقيت الجزمة بتلف في كل المكان وبتمشي لوحدها. قبل ما نبدأ الحلقة ونشرح قصة المشرحة دي، حابب أفكرك باللايك بتاعك وبالاشتراك عشان انت كل مرة بتنساهم. مشرحة حلوان في الأول كانت تابعة لعيلة الملك فاروق في منطقة ال44 في حلوان بمصر، وبعد سقوط الملكية في مصر اتحولت من مبنى ملكي لمشرحة حكومية. وفي الأول المشرحة كانت ماشية تمام، وكانت بتستقبل أكبر عدد من الجثث والعمال شغالين، ومفيش أي حاجة مش طبيعية بتحصل. ولكن بقى تحصل المصيبة الكبرى، إيه هي؟ المبنى كله ولع، ورجال الحريق ما قدروش انهم يسيطروا على الحريقة بتاعته. وكمان سنة 92 الزلزال وقع أجزاء كتيرة قوي في المبنى، وأصبح المبنى ده شكله مخيف ومرعب. ومن بعد ما المشرحة دي اتحولت للشكل المرعب ده، الأمن منع أي حد إنه حتى يفكر إنه يخش المشرحة. ولكن كان في بعض اللصوص اللي كانوا بيحاولوا دايما يتسللوا ويخشوا جوه المشرحة عشان ياخدوا أي دهب أو أي حاجة ثمينة. ولو كان قدر يخش فعلا الحرامي، فغالبا ما كانش بيقدر يخرج تاني من الرعب اللي بيشوفه جوه. في ناس من أهل المنطقة ديت حاولوا يخشوا المشرحة ويستكشفوا كل حاجة جواها، وبالفعل الناس بتقول إنهم أول ما دخلوا شموا ريحة وحشة جدا جدا. وبعد ما خرجوا منها كل واحد بيقول إنه بقى بيشوف أحلام ما يقدرش ينام بعدها. ولكن الأغرب إن أي حد بيقرب من المكان ده عشان يهدموا المبنى نفسه بيبدأوا يسمعوا أصوات مرعبة وصوت صريخ جاي من جوه، وفي حاجات غريبة بتحصل لهم بتمنعهم إنهم يقربوا حتى من المبنى مش يهدوه. الأهالي بتوع المنطقة أزعموا وأيقنوا إن المكان ده مسكون بالأرواح. ولكن خليني أقول لك تفصيلة، إن المبنى ده تابع للتراث الحضاري، لأن زي أنا ما قلت لك هو كان لعيلة الملك فاروق. وفي ناس أكدت إن المكان ده مسكون وإنه بيحصل حواليه حاجات مرعبة، والحاجات دي هي شافتها فعلا بعينيها. كمان لما كانت أصلا المشرحة دي شغالة، كان العمال اللي بيبقوا شغالين فيها جوه بيقولوا إنهم بيسمعوا أصوات بتنادى عليهم بالاسم، ولكن بصوت خفيف مش بصوت عالي. في يوم من الأيام كان في عامل لوحده شغال جوه المشرحة، وهو قاعد بيشرب الشاي بتاعه سمع حد من ظهره بيقول له الحقني. فطبعا قعد يبص حواليه، وبعد كده قال لا، ده الصوت اصلا ما كانش واضح، انا غالبا بيتهيألي. ولكن لسه بيرفع الكوباية تاني وسمع الحقني بصوت عالي وواضح. هنا طبعا العامل ده اترعب، واول ما بص وراه لقي ست كبيرة في السن قاعدة على ترولي، وبيبص على رجليها لقيها برجل واحدة بس. وهو ولا يعرف الست دي ولا شافها قبل كده، خصوصا انه شغال في مشرحة. المهم الست دي مرة واحدة بدأت تبصله بحدة كده وتزغله، وبعد كده اتحولت لقطة سودا وهجمت عليه. فالعامل هنا قبل ما القطة توصله خد ايده في اسنانه بسرعة وراح جاري وخارج برا المشرحة، وما دخلش المشرحة دي تاني. وفي عامل برضه كان شغال هناك اسمه سعيد حافظ. سعيد ده بيقول انهم قبل كده كانوا بينقل هو والعمال جثمان واحدة وبيودوها المشرحة، ولكن في اثناء ما هم شايلينها بيقول واحد منهم ان الجثة طلعت ايديها وادته بالكف على وشه. وما كانش كمان بيتهيأله او كان عايز ينام، لا ده بيقول ان فعلا شاف ايديها وان الكف علم كمان على وشه. ومن كتر الخوف اللي كان فيه العامل ده ساب بسرعة الجثمان اللي كانوا شايلينه وطلع يجري، خرج بره المشرحة. ده كمان كان في قبل كده ممرضة شايلة جثة شاب على ترولي، وقدامها كمان زميلها بيشد الترولي منها وهي بتزق. وفجأة بتقول إن الشاب ده
قعد بسرعة على الترولي وراح باصص لها بمنظر مرعب، وهي ما قدرتش تستحمل طبعا المنظر ده، فوقعت فورا اغمى عليها. ولكن زميلها اللي قدامها ما حسش بحاجة، وفضل يسحب الجثة دي لحد ما دخل المشرحة، وبيبص وراه لقي الجثة قاعدة على الترولي فعلا وهتنام تاني. ولكن بيعرفوا بعدها ان الشخص ده كان في غيبوبة، ما كانش ميت. واكتر بقى قصة مرعبة بتتحكي القصة اللي انا حكيتها لك في الاول، ان كان في عامل وقعت عينه على جزمة بتاعت شاب مقتول، ولما خدها معاه البيت بعد الساعة 12 الجزمة هنا بدأت تتحرك وتعمل صوت في الشقة كلها، وكل اهل الشقة كانوا ملاحظين وكانوا سامعين الصوت. ولما طلعوا شافوا الجزمة دي بتتحرك وكدبوا عينيهم كمان، ولكن الجزمة كانت بتعمل خيال وكمان كانت بتعمل صوت وهي بتتحرك. طبعا أهل البيت كلهم كانوا مرعوبين وخايفين يفتحوا أي باب يخرجوا منها لحسن أي حاجة تحصل في الشقة. وفضلوا باصين للجزمة دي وهي بتتحرك، وأول ما النور طلع والشمس طلعت خدوا الجزمة بسرعة وراحوا رامينها في الشارع. بس بيقولوا إنهم فضلوا فترة كبيرة بعدها بيشوفوا خيال الجزمة ده في الشقة معاهم. وكمان كان في يوم من الأيام عامل نايم جوه المشرحة، وراح داخل في أوضة وقفل على نفسه كويس جدا، وهو نايم بيتقلب على جنبه التاني بيبص لقي واحد قاعد باصص له وبيضحك له واسنانه باينة. قام طبعا بسرعة وراح فاتح النور ودور في الأوضة ملقيش أي حد، فاتأكد إنه قافل الباب، وفعلا الباب كان مقفول كويس قوي. تاني يوم نفس العامل ده كان بيسجل أسامي الجثث في الدفاتر بتاعته. المهم حب إنه يولع سيجارة، فطلع السيجارة وطلع الكبريت وبيشط الكبريت عشان يولع بيه السيجارة، حس إن في حد واقف وراه وجاي هوا شديد منه طافت عود الكبريت. هنا هو متأكد إن كان في حد واقف وراه، ولكن عمل نفسه عبيط وراح مطلع عود كبريت تاني، ولسه بيشط عود الكبريت وهيولع السيجارة نفس الموضوع اتكرر معاه تاني، وقال انا حسيت بهوا شديد جاي من جنب ودني وهو اللي بيطفي عود الكبريت. هو افتكر ان في حد من زمايله هو اللي بيعمل فيه الموضوع ده، ولكن اول ما بص بسرعة وراه اتفاجئ ان مفيش اي حد واقف وراه. فبيولع عود الكبريت التالت لقيه حد بيخبط له على كتفه وبيقول له اوعى تولع عود الكبريت ده هنا. المرعب اكتر ان في يوم من الايام المشرحة تستقبل جثة شاب ملهوش اي ملامح. الشاب ده كان مقتول في الجبل، ولكن ما كانش في وشه اي ملامح وكان مطعون طعنات كتير، لدرجة ان العمال بتوع المشرحة كانوا خايفين حتى انهم يزقوه على الترولي. والاغرب بقى ان العمال بتقول انه فعلا كل يوم كانوا بيشوفوا نفس الجثة دي بتطلع لهم في الكوابيس بتاعتهم. والاغرب بقى ان الجثة دي كانت بتطلع تجري وراهم، وكلهم كانوا بيقولوا نفس الحلم اللي بيحصل. التلاتة فيه التلات عمال كانوا مشتركين في نفس الحلم نفسه. بيقول بقى أسامة موظف الاستقبال إنهم في يوم جالهم جثة لواحدة كبيرة في السن عندها غرغرينة في الرجل، ولكن ما كانش فيه موظفين في اليوم ده، فطلبوا من مريضة كانت محجوزة في البطنة إنها تيجي تساعدهم ينقلوا الجثة دي من مكانها ويحطوها في المشرحة. وهنا المريضة وافقت، ولكن أول ما دخلت المشرحة وشافت الجثة دي وقعت مكانها وماتت. فضلت الأحداث الغريبة دي تحصل لحد ما الولعة من لا مكان مسكت في المشرحة كلها وخلتها عبارة عن حتة فحمة سودا. وبدأت بقى هنا حكاوي الرعب، وكل اللي شاف حاجة يحكيها عن المكان ده، لحد ما في يوم من الأيام 4 أصدقاء مع بعض قرروا إنهم هيعملوا تجربة مجنونة. إحنا هنخش المشرحة دي ونشوف الكلام اللي بيتقال ده حقيقة ولا لأ، وفي عفاريت جوه ولا لأ. وكانوا واخدين معاهم حاجات بتنور وبتولع عشان زي احنا ما عارفين إن المكان كله عبارة عن حتة فحمة سودا. المهم بمرور الوقت والأصحاب دول كانوا جوه كل حاجة طفيت منهم، يعني الكشاف اللي بينور أو حتى الكبريت اللي بيولعوا بيه
كل ده انتهى منهم، ومحدش ثواني أو دقيقة واحدة بس والشباب دول يسمعوا الصريخ حواليهم من كل حتة في المشرحة، لدرجة إن الأربعة دول قعدوا يصوتوا ويقولوا الحقونا. ومن حسن حظهم للمنطقة سمعوا الصواب بتاعهم وراحوا طالبين النجدة، وفعلا الشرطة جت وخرجت الأربع شباب دول. ولما الحكومة جت وخرجت الأربع شباب دول قالوا للحكومة إنهم قعدوا يدوروا على الباب اللي لسه داخلين منه ما كانوش عارفين يلاقوه. وكمان في أقاويل بتتقال إن هما كانوا 7 شباب مش 4، وإن واحد بس هو اللي خرج منهم. طب ال6 الباقيين فين؟ محدش يعرف مكانهم ولا ليهم جثة معلومة. في ناس بتقول ان المكان ده غنيمة ثمينة جدا للصوص، عشان كده اللصوص بتقول وبتطلع اشاعات على المكان ده عشان كله يخاف ومحدش يقرب، لان زي احنا ما قلنا ان ده كان قصر الملك فاروق. وفي من اللصوص دول اللي كان بيخش المكان بالليل ويقعد يزعق ويصوت عشان يوهم اهل المنطقة ان فعلا المكان ده مسكون ومش طبيعي. وطبعا لما اي حد يسمع الكلام ده هيخاف اصلا يقرب من المكان، وهتكون فرصة كويسة ليهم انهم يدوروا على اي مقتنيات من الملك فاروق سابها. وفي ناس تاني من اهالي المنطقة بتقول لا، المكان ده مش مسكون، المكان ده بيستولى عليه تجار المخدرات وبيخبوا في المكان ده المخدرات وبيتاجروا فيها من هناك. وطبعا بيعملوا الصوت ده والسمعة دي عشان محدش يقرب من المكان ده ويشوفوا ما بيعملوا ايه. ومهما كانت الحقيقة فعلا عن المكان ده، ولكن المكان ده اول ما هتشوفه قلبك هيتقبض لوحده، لانه مكان مرعب ومخيف. وفي فيديوهات كتير منتشرة على النت ممكن تشوفها لناس حاولت انها تخش ومصورة الكلام ده، وفي ناس بتقول ان في ناس منهم بتخرج وفي ناس تانية محدش يعرف عنها حاجة. قول لنا رأيك في الكومنتات، واتمنى ما تنساش تعمل الاشتراك الجميل بتاعك، واشوفك في حلقة جديدة وسلام.